السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة أخبار أونلاين، بيان عاجل من الداخلية السعودية للعمالة السائبة داخل المملكة وكيفية التعامل معها. إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة ندعوكم من الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك لنستمر في نشر كل جديد إليكم. أعلنت وزارة الداخلية السعودية بيان هام للعمالة السائبة داخل المملكة في ضوء ما تقوم به الوزارة من حملات ودوريات أمنية بشكل مفاجئ وعشوائي على بعض المنشآت التجارية العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة، حيث تم ضبط مخالفات متعددة لهذه الفئة من العمالة السائبة، والتي يطبق بحقها الغرامات المالية التي قد تصل إلى 100,000 ريال، والترحيل والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات. ومن هذه المخالفات التي تم ضبطها: مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، يتم إنهاء وضع إقامة الوافد المقيم ويرحل إلى بلاده. ويعتبر أيضا من المخالفات تشغيل وافد لوافد آخر لمصلحة صاحب عمل غير صاحب العمل الأصلي، فإذا كان المشغل من الوافدين المقيمين بالمملكة يعاقب بغرامة مالية مقدارها 5,000 ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معا، مع إنهاء إقامة الوافد وترحيله عن المملكة وتعقب سفره. ويعتبر أيضا من المخالفات صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو مقابل مبالغ مالية يتم ترحيل الوافد المخالف وعلى حسابه الخاص. أما تشغيل متسلل أو إيواءه أو التستر عليه، فإذا كان المخالف وافدا يعاقب بغرامة مالية مقدارها 10,000 ريال وبالسجن لمدة شهر، مع إنهاء إقامة الوافد وترحيله عن المملكة. ومن صور المخالفات الخاصة بالعمالة السائبة: قيام أي مقيم وافد بنقل من لا يحمل رخصة إقامة نظامية أو انتهت مدة سريان تأشيرة دخولهم أو مجهولي الهوية بين مناطق المملكة المختلفة. إذا كان الناقل من المقيمين ينهى وضع إقامته ويرحل إلى بلاده بعد تطبيق العقوبات المقررة بحقه.